السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناة كوزينة شهواتي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله باقين مع الحلوات العيد. اليوم غنشارك معكم الصبلي مالح لعشاق الصبلي مالح. هاد الصبلي كيجي رائع أخواتي، كيحمق، كيخرج كمية كثيرة، المقادير ديالو اقتصاديا. وإذا عجبتكم الوصفة وحتى الفيديو كان كيستحق، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم وحتى من التعاليق ديالكم محفزة اللي كتشجعني بزاف بزاف أخواتي. شكرا لكم بزاف. وإذا كنتوا أخواتي جدادين انضميتوا للقناة ديالي، اشتركوا في القناة. مرحبا وألف مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. ودابا خليكم مع تكملة الفيديو وفرجة ممتعة. وقبل ما نبداو بحال ديما ما ننساوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله على بركة الله. في المقادير هذا الصابلي غنحتاج ربع الزبدة، اي انا خديت مارغرينا. هنا اخواتي عندي واحد الكمية من الجبن المبشور والملحة، عندي واحد المعلقة صغيرة، عندي جوج بيضات، عندي نصف كأس من زيت الزيتون اللي كيبقى اختياري اللي يمكننا نعوضوه بزيت المائدة، عندي واحد الياغورت طبيعي، عندي شوية السودانية حارة، وعندي اخواتي العسل. عندك منها كميه اللي قليله بزاف بزاف اللي يمكننا نعوضوها بالسكر. هنا اخواتي هاد الجبن المبشور اللي ما كيتوفرش عنده كتضيفوا جبن مثلث، ضيفوا 4 القطع او 3. انا غير ما كيتوفرش عندي الجبن المثلث كنتقاضى لي، انا كنضيف الجبن المثلث. هنا اخواتي كنوضع هاد المكونات، كنوضع الزبده. هنا الفلفل الحار عملته غير تقريبا غير التنسيم فقط. هاد الفلفل او هاد السودانيه مطحونه ما عنديش حاره بزاف، المهم ما بانتش حتى هذاك اللي عملت حار ما بانش فيه الحار شويه. المهم هنا اخواتي كنوضع المكونات بهذه الطريقه هذه وكنبقى كنخلط. هنا شفتوا اخواتي غنوضع تقريبا نصف ملعقه من العسل، حيت انا ما بغيتش هذا الصبلي يجي لي حلو. اللي يمكن لكم تعوضوها بالسكر. هذا العسل كيعاودنا ان كتحمرنا بسرعه، كيخلي لنا الصبلي ديالنا كيتحمر، ما كيبقاش بياض كيف ما كتعرفوا. اذا ما كانش ديك الماده السكر او شي حاجه محليه ما كيتحمرناش الصبلي ديالنا او الحلوى ديالنا بسرعه في الفرن. هنايا ضفت زيت الزيتون كما قلت لكم اللي يمكننا نعوضوه بزيت المائده، ماشي مشكل. هنا اخواتي كما شفتوا ضفت هذاك البيض وكنبقى كنخلط. انا كنخلط غير بهذا الطراب اليدوي، كيجيني افضل من انني نستعمل اليد ديالي. المهم كنخلط حسن من اليد. والصبلي ضروري كنخلطوا المكونات في الاول مزيان مزيان مزيان. اللي بغى يعملهم في الغرة بارتيدورا عملوهم هاد المكونات وطحنوهم، كيعطي واحد القوام رائع في الحلوى. هنا صافي اخواتي غنضيف الدقيق اللي عندي مغربل. دائما كنوجدوا المكونات ديالنا كاملين قدامنا، كنغربلوا الدقيق، كنوجدوا المكونات كاملين، عاد كنبداو كنصاوبوا في الحلوى ديالنا. صافي هنا غنبقى نجمع غير بالاصابع ديال اليد ديالي، غير غنجمع العجينه، ما عندي الكامه حتى شي حاجه. هنايا صافي اخواتي هذه هي العجينه ديالي. العجينه دائما ديال الحلوى او ديال الصبلي ما كنقصحوهاش بزاف. المهم انا حتى نقسم العجينه ديالي ودابقى خصني الدقيق غنزيد لا الدقيق. صافي هنايا اخواتي غنقسم العجينه ديالي. انا غنقسم على 4 القطع وغنعمل فيها 4 النكهات. وكل واحد كتبقى هذه اختياريه، عملوا 2 نكهات او 3 او عملوا حتى 5، كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وكل واحد كيعمل داكشي اللي عنده. هنايا هذه الاولانيه اخواتي غنسمها بالسودانيه، هذه كتجي لذيذه كتعجبنا حنايا بديك المذاق الحار. المهم هاد الحار اخواتي كما شفتوا كيبقى مكتل في جهه واحده، واخا عييت كندلك في العجينه ولكن ماشي كندلك، غير كنجمع بحال اللي قلت لكم العجينه واذا دلكناها ترجعنا بحال العجينه ديال الخبز، ما تبقاش العجينه ديال الحلوى. صافي ولكن معليش خليته هيداك بعد القطع يجوا حارين واحد شويه، وخصوصا هاد السودانيه انا ما عنديش حاره. هذه اخواتي نسمتها بالمطرد اي الخردل، خديتها واحد الكميه قليله وكنسمها. وهنايا زيدت شويه الدقيق حيت هذاك المطرد كتكون جاريه كما شفتوا. صافي غير كندخلها فيها. الحاجه ملي كتكون سائله كتدخل بسرعه في العجينه، عوض الحاجه اللي كتكون بحال الغبره او شي حاجه كتكون صعيبه باش تدخل في العجينه.
هذه اخواتي عن نسمه بودره الثوم، كتجي لذيذه حتى هذه كتعجبني بزاف انا بهذا الريحه د بودره الثوم، خصوصا واذا عملتو معها الكركاع كيتواتى مع البودره د الثوم اخواتي. والسودانيه كتواتى مع اللوز. المهم نتوما عاد تشوفوا معايا الطريقه اللي غنزين بهم انا هاد الحليوات او هاد الصابلي. هذه اخواتي عن نسمه بشويه د الاوريغانو اي الزعتر. المنسمات كيبقاو اختياريين، كما يمكن لكم تنسموها حتى بشي حاجه تخليوها عاديه او تنسموا العجينه ديالكم في الاول بنكهه واحده. المهم كيبقى هذا الشيء اختياري، غير ملي كنسموا هاد الصابلي بعده نكهات كيجي مزيون بصراحه في الاكل ديالو. كتهز كل قطعه كتحس بها فيها واحد النكهه مختلفه على قطعه اخرى. صافي هنا اخواتي ندوز باش نطلق العجينه الاولى. انا غنطلق هذه اللي منسمه بالثومه هي الاولى. وين دائما كنطلق بين جوج بلاستيكات، واذا كنت محتاجه الدقيق حسيت العجينه ديالي رطبه او شي حاجه غتلصق لي في هاد البلاستيكه كنضيف لها شويه د الدقيق. المهم كنطلقوا العجينه بحال الصابلي. المهم كل واحد كيبغيه غليظ واحد رقيق. المهم هنايا ما نغلظوش بزاف ما نرققوش بزاف، نخليو العجينه الحجم متوسط. هذه غنقطع على شكل دائري. الصراحه انا ما عرفتش شكون خرج هذا الصابلي مالح، ولكن الله يعطيه الصحه اللي خرجوا الصراحه. غزال حسن من الحلوى تكون كامله حلوه. خصوصا انا كيعجبني هذا الصابلي مالح، وحتى عندي ولدي الكبير كيحماق على هذا الصابلي مالح، كيعجبو حسن من الحلوى اللي كتكون حلوه. المهم صافي كل وحده كنوضع في طاوله الفرن اللي عندي فرشه بورق غذائي. هنايا من بعد ما ملأت الطاوه ديالي هنا غندهنو بابيض البيض. كندهنو مزيان بابيض البيض. خديت ابيض البيض وكنخفقوه باش ما كيبقاش فيه هذيك الخويطات. صافي كندهن الصابلي ديالي كامل. هنا اخواتي انا زربت الفيديو غير باش ما يجيكمش شي الفيديو طويل وممل، ولكن المراحل كلها عملتها في الفيديو. هنا هادوما غنزينو بعد ما دهنتهم غنزينو بالكركاع القطع ديال الكركاع. التزيين كيبقى اختياري اخواتي، عملوا اللي بغيتو، عملوا الكركاع او عملوا لوز مطحون او غير كاوكاو، عملوا داكشي اللي عندكم، وعملوا حتى الزراره، عملوا حتى الشوفان حمروه شويه وعملوه حتى هو كيجي مزيون. صافي هنا اخواتي من بعد ما زينتهم كاملين دخلتهم يطيبوا. الفران اللي عندي مسخن مزيان مزيان. ودائما كندخلوا الحلوى ديالنا كنقصوا للفران على نار مهيله باش كيجينا مقرمش اخواتي وطايب من داخل ومن برا. كنخليوه حتى كيطيب وكنخرجوه. صافي ندخلوا طاوه اخرى. هذا اخواتي عارفينه، تكونوا عرفتوها غير من اللون ديالو. هذا اللي نسمتو بالحار نقطعوا على شكل اوريقه بهذه الطريقه هذه. المهم نتوما طبعوا بداك الشيء اللي عندكم وداك الشيء اللي كتبغيو. صافي انا من بعد ما طبعتهم حتى هما نوضعهم في طاوه الفرن. عمرت الطاوه ديالي. المهم انا دائما اذا بقى لي شويه هذاك زيت من هذاك اللي عملت بالكركاع، حيت ضروري ما ندخلوش الطاوه فيها النص صافي. دائما كنعمروا الطاوه ديالنا وعاد كندخلوها طيب. المهم هذه غير بين قوسين عاد تشوفوا لي اخرين اللي فيهم الكركاع. هنايا حتى هادو ما دهنتهم مزيان مزيان، ولكن تبتوا اخوات شفتوني كنزلهم بعد منهم كيبقاو كيتقلعوا. اذا ما ضغطناش عليهم، انا ما ضغطتش عليهم بزاف، بقاو كيتقلعوا لي ملي طابوا. هادو زينتهم شويه د اللوز كما شفتوا، هاو الحبه د اللوز، وعملت لهم شويه د الزنجلان ودخلتهم حتى هما يطيبوا. هذه اخواتي هي اللي منسمه بالاوريغانو، حتى هي غنطلقها بنفس الطريقه. هذه غنطبعها اخواتي على شكل هاد المربع صغير. خديت هذيك القطعه الصغيره اللي كتجي في هذيك القطاعات. كما قلت لكم انا عملت هاد الفقاس عفوا هاد الصابلي صغير بحال ديك الفقيقصات اللي كنعملوا في عاشوراء. المهم تقريبا كيعجبني انا هاد الصابلي حلو مالح عفوا، من الافضل يكون صغير كيجي حلو. صافي حتى هادو بنفس الطريقه. هنا اخواتي من بعد ما وضعتهم في الطاوه حتى هما كندهنهم كاملين، عندهنهم باش كيتثبت لي عليهم الاشياء اللي كنزينوا بها ضروري كندهنوهم. ودائما اخواتي دهنوا مزيان مزيان وثبتوا هذاك القطع اللي كتعملوا كاوكاو او لوز او اي حاجه، ضغطوا عليهم باش ملي يطيب الصبلي ديالكم ما يبقاوش يتزالوا او يتحيدوا. هادو هما غنزينهم الكاوكاو. انا عندي الكاوكاو مالح، هذا اللي كيجي في هذاك الساشيات كيكون واجد. صافي كنزين به الكاوكاو. واخا عملوا غير الكاوكاو العادي، غير ما تعملوهش شي خضر اخواتي، حمروه غير شويه باش كيكمل التحمير ديالو في الفران.
صافي هذه هي القطعة الأخيرة، حتى هي غنطلقها بنفس الطريقة. هادوماك من بعد ما وضعتهم طاوة الفرن وزينتهم حتى هما دخلتهم يطيبوا. المهم هذه معروفة. هادوما اخواتي عملتهم على شكل قليبات صغيورين، هادو كيجيو فنين هاد القطعه كانت جات لي غير في واحد الصراحه، في واحد اللعيبه دولدي وعجبتني انا. اي حاجه كتعجبني وعاد تنفعني كنغسلها مزيان مزيان كنحيدها. المهم غير القطعه ما عاد تضر ما عاد تنفع. هي غير غنقطعوا بها العجين. هني هادو اخواتي غنزينوا بالزرارع مخلطين او مشكلين. كندهن بابيض البيض بهذه الطريقه هذه كتجي لنا ساهله اخواتي. هادو ملي بالزرارع ما تعملوهمش في الطاوة عاد دهنوهم يعذبوكم بزاف بزاف. بهاد الطريقة هادي كيجيو ساهلين واخا هما فيهم الخدمة حيت صغيورين. كتقيل نتينا كدهن وتحط في الطاوة صافي. المهم غنستمر بنفس الطريقة حتى نسالي الكمية اللي عندي كاملة. هادو بوحدهم اللي داو لي الوقت اخواتي. شفتوا حتى هادي عمرت الطاوة من هنا ومن هنا. صافي غندخلهم يطيبوا حتى هما، وهذه غتكون الطاوة الأخيرة. وهذا العجين اللي باقي لي حتى هو عاود شكلته ودخلته يطيب. وهذا هو الصبلي ديالي اخواتي، او هذه هي الوصفه ديالي اليوم. خفيفه ظريفه ولكن رائعه بزاف بزاف. نتمنى تجربوهم اخواتي، فعلا يعجبوكم. واذا كان كيعجبكم الصبلي مالح حيت ماشي كلشي كيعجبو الملوحه، كاين ناس كتعجبهم غير الحلوه حلوه وكل واحد والذوق ديالو. المهم الناس هاد الصبلين الناس اللي بحالي اللي كيعجبهم الصبلي مالح. ونتمنى تكون الوصفه عجبتكم اخواتي، واذا عجبتكم ما تنساوش دعم القناه باللايك والاشتراك باش يوصل لكم كل جديد. وخليتكم على خير وعواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم العيد بالصحه والسلامه ومع شهوه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.